تفتكر مين يكسب؟ الأسد ملك الغابة وصاحب الزئير اللي بيرعب أي مخلوق، ولا النمر الصياد المنعزل اللي بيمشي بخفة لدرجة إنك ممكن ما تسمعش حتى خطواته؟ مواجهة بين اتنين من أخطر القطط الكبيرة، كل واحد فيهم بيمثل قمة القوة والمهارة في البرية. حلقة النهاردة مليانة تفاصيل غريبة يمكن أول مرة تسمعها، ومليانة مقارنات هتخليك تتخيل المشهد ولا كأنك قاعد في المدرجات بتتفرج على المصارعة دي. فياريت ما تنساش تقول لنا في التعليقات انت شايف مين يستحق اللقب. وخلينا نبدأ. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. في قلب السافانا الأفريقية بيظهر الأسد صاحب لقب ملك الغابة، ده حتى لو ما كانش عايش في وسط الغابات الكثيفة. وزنه ممكن يوصل لحد 250 كيلو، سرعته لما بينقض على الفريسة بتاعته ممكن توصل ل 80 كيلو متر في الساعة. عضته قوية جدا لدرجة إن هي ممكن تكسر أي عظم يجي تحت أسنانه. لكن قوة الأسد مش بس بجسمه، لكن القوة الحقيقية بتكون في العيلة بتاعته. بيعيش في جماعات اسمها الزمرة، عنده نظام اجتماعي منظم. الإناث بتصطاد والذكور بتحمل حدود. زئيره بيتسمع من مسافة 8 كيلو، ولا كأنها رسالة واضحة إن دي مملكتي. الأسد مش مجرد مفترس، ده رمز للهبة والسيطرة في البرية. الناحية التانية بنلاقي النمر في غابات آسيا الكثيفة وعلى ضفاف الأنهار. النمر بيكون هناك، وده بيعتبر أكبر عضو في عائلة القطط الكبيرة. النمر السيبيري يوصل وزنه ل 300 كيلو جرام، سرعته بتوصل ل 60 كيلو متر في الساعة. لكن اللي بيميزه فعلا هو الرشاقة، عضته فعليا بتتجاوز الأسد. بيعرف يعوم لمسافات طويلة، وبيعرف كمان يتسلق الأشجار العالية بسهولة. النمر بيشتغل لوحده، صياد انفرادي بيعتمد على التسلل والصبر. بيقدر يصطاد الفريسة بتاعته واللي وزنها بيكون أضعاف وزنه ويسحبها ما بين الأشجار لوحده. ومالوش زئير كتير زي الأسد، هو بيفضل الصوت المنخفض والضربة المفاجئة. النمر مش ملك، لكنه محارب في الضلمة، يعرف ازاي يخلي الغابة ملعبه الخاص. تخيل المنظر ده، أرض مفتوحة على حافة الغابة. من الناحية الأولى عندنا أسد ذكر بالغ واقف بكبرياء وزئير بيهز المكان، ومن الناحية التانية عندنا نمر متحفز جدا، عينه مركزة وجسمه منخفض ناحية الأرض. ونهاية المعركة دي بتكون سيناريو من الاتنين. السيناريو الأول إن الأسد بيعتمد على وزنه وقوته وبيندفع بجسم ضخم زي القطر، لكن النمر بيكون أذكى، بينط بخفة يحاول يلف حوالين الأسد ويهجم عليه من الجنب أو من الرقبة. والسيناريو التاني إن النمر بيسبق بالهجوم وينط بقوة خارقة على ظهر الأسد، يحاول يعض رقبته بعضته الحديدية. لكن الأسد مش سهل، الأسد يهز جسمه بقوة ويظهر الزئير بتاعه ويرد بعضة في الكتف أو في الراس. هنا المعركة مش مجرد عض وخربشة، ده صراع بين قوة خارقة ورشاقة مميتة. والسؤال هنا مين اللي عنده الأفضلية؟ الأسد أقوى في المواجهات المباشرة اللي هي بتكون وجه لوجه، وزنه وكتلته الضخمة بتخليه مدرعة حية. الغلبة بتكون للأسد لو المعركة في أرض مفتوحة، إنما بالنسبة للنمر فبتكون عضته أقوى من الأسد، رشاقة غير عادية، يعرف ينط ويهاجم من أي زاوية. ولو المعركة في وسط الغابة أو في أماكن فيها أشجار فبتكون الكفة مايلة ناحية النمر، يعني النتيجة بتعتمد على المكان والظروف. الأغرب إن في بعض السجلات القديمة والقصص اللي جاية من الهند حصلت مواجهات حقيقية ما بين أسود آسيوية ونمور بنغالية، وفي مواقف النمور بتتفوق بفضل عضتها القوية وبحركتها السريعة، وفي مواقف تانية الأسد انتصر بفضل قوته وضخامة جسمه. وللأسف في عروض المواجهات اللي كانت بتتعمل زمان بسبب البشر اتوثق إن النمور أحيانا بتكسب وأحيانا الأسود، الموضوع كده 50-50. وفي الآخر النمر والأسد من أخطر المفترسات اللي موجودين على الأرض، واحد رمز قوته الهبة والجماعية، والتاني سيد المهارة الفردية والرشاقة المميتة. المواجهة ما بينهم بتفضل واحدة من أعظم المعارك واللي مش بتحصل كل يوم، وفي الآخر الغابة بتكون هي الحكم ما بينهم. الطبيعة ما بتديش لقب الأقوى لمخلوق واحد للأبد، كل كائن عنده فرصة لو لقى الظروف المناسبة. وهنا السؤال ليك، لو حصلت فعلا مواجهة ما بينهم انت شايف مين اللي ممكن يكسب، الأسد ولا النمر؟ وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة. وأحب أقول لك إن هنا على القناة هتلاقي مواجهات مختلفة ما بين الكائنات، زي مواجهة ما بين الطائر الكاتب أو الأفعى، أو مواجهة ما بين الأصلة العملاقة والتمساح. فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.